الكرة عامة في بطولات بتتحسب أرقام وبتعدي علينا وبننساها، وفي بطولات تانية بتكسبها بتفرح بيها يوم ولا اتنين وبتتنسي. أما حدوتتنا النهاردة عن بطولة كان وراها كمية مشاعر ومحاولة رد الاعتبار ومحاربة الظروف اللي الأهلي واجهها وقتها. تخيل إنك بتلعب والموت كان لسه قريب منك، تخيل إن كل هدف بتسجله مش مجرد رقم، لا دي رسالة بتوجهها للي راحوا إن عمرهم ما هيتنسوا أبدا. الطريق ما كانش سهل، الظروف كانت ضد الفريق، مجزرة بورسعيد، توقف الدوري، مباريات من غير جمهور، شكوك حوالين المستوى، لكن الأهلي قرر إنه يكمل المشوار للنهاية لحد اللحظة اللي رفع فيها الكاس من قلب رادس، مش بس عشان يضيف نجمة جديدة على الشعار، لكن عشان يقولوا للي راحوا إننا فاكرينكم ولن ننساكم. النهاردة هنرجع 13 سنة لورا وهنحكي القصة كاملة. ازاي الاهلي قدر يحول الالم لدافع، ازاي قدر يصمد رغم كل الظروف، وازاي البطوله دي واحده من اغلى البطولات في تاريخ النادي. استعدوا عشان حدوتتنا الرمضانيه النهارده عن بطوله الشهداء دوري ابطال افريقيا 2012. بفضل الله زي ما وعدناكم بنوفي، والنهارده تاني حلقات السلسله الرمضانيه حدوته بطوله، وزي ما طلبنا منكم تقولوا لنا الحلقه اللي فاتت عايزين الفيديو الجاي او القصه الجايه عن انهي بطوله، وبالفعل اخترتوا بطوله الشهداء، وادينا اهو جايين بالقصه الكامله، وان شاء الله الفيديو يعجبكم والسلسله كلها تعجبكم. قبل ما نبدا بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وعايزين نكبر عائلتنا باذن الله، وهتلاقوني سايب لكم في الديسكربشن لينك التيك توك بنزل هناك محتوى شبه يومي، واعملوا لي فولو انستا بالمره. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا فلنبدأ. بعد أحداث بورسعيد اللي حصلت بعد انتهاء مباراة الأهلي والمهري في بورسعيد، واللي حكينا عنها في فيديو مخصوص وحكينا القصة والحقيقة الكاملة للموضوع، هتلاقوني سايب لكم لينك الفيديو ده في الديسكريبشن وفي الكومنت المثبت، أو هيظهر لكم في الأي اللي هتظهر لكم هنا أو هنا. فخلصوا الفيديو بتاع النهاردة وروحوا شوفوا الفيديو لو فاتكم. المهم الدوري بيقف والجمهور بيمتنع عن الحضور لأي مباراة لحين القصاص لحق الشهداء، وبيفتتح الأهلي مشواره الأفريقي بدور ال 32 تحديدا يوم الأحد 25 مارس. مباراة الذهاب ضد فريق اثيوبيا كوفي، وبتنتهي في اثيوبيا تعادل سلبي 0-0. عشان يجي مباراة العودة وعلى استاد الكلية الحربية، الأهلي بينزل سخن من البداية وبيسجل هدف في الدقيقة السابعة عن طريق لاعب فابيو جونيور بعد بينية روعة من عم الناس لأحمد شديد قناوي على الشمال، بيلعب عرضية على راس فابيو جونيور وبيحطها في الشبكة. في الدقيقة 60 بتجن ضربة جزاء وبيسجلها عم الناس محمد أبو تريكة، وفي الدقيقة 77 وانتو ما بين جونيور وشديد قناوي بيلمها جونيور وبيلعبها بينية روعة على عم الناس اللي ما بيجليش وبيحطها في الشبكة، وبتخلص المباراة بثلاثية نظيفة وبيصعد الأهلي لدور ال 16. وبالمناسبة كنت اتكلمت في فيديو كامل عن امير القلوب محمد ابو تريكه، هسيب لكم برده اللينك بتاعه في الديسكربشن والكومنت المثبت، او هيظهر لكم في الاي هنا او هنا. فخلونا نكمل. يوم الاحد 29 ابريل مباراه ذهاب دور ال 16 قدام الملعب المالي وفي مالي، وبيجي فينا جون في اخر دقيقتين وبنخسر المباراه 1-0. وعشان تصدقوا لما اقول لكم ان الاهلي كان بيحارب الظروف في البطوله دي، ان بعد مباراه الملعب المالي هناك في مالي حصل انقلاب عسكري في البلد، والدنيا وقفت واللعيبه اتحبست في الفندق لمده 3 ايام، وكان في دبابات في الشارع والجيش كله موجود في الشارع، واللعيبه ما عرفتش تتحرك ولا ترجع مصر لحد ما الرئاسه المصريه وقتها بعتت طياره حربيه تاخد اللعيبه ترجعها على مصر. يعني تخيل بعد ما تعيش مجزره بورسعيد بشهر وتتحبس في الاستاد وسط المجزره، تتحبس تاني بره بلدك في انقلاب عسكري عشان يجي ماتش العوده على نفس الملعب استاد الكليه الحربيه. ابو تريكه على دكه البودلة بسبب ان عنده نزله برد، وكمان جوزيه ما كانش عايز يلعبه المباراه، ولكن ابو تريكه اصر انه يكون مع الفريق. بتبدا المباراه وفي الدقيقه 17 بيدخل جون غريب جدا في الاهلي، عشان بدل ما تكون عاوز هدف على الاقل عشان تتعادل ويبقى ليك فرصه انك تصعد، هدف او اتنين يصعدك، لا انت دلوقتي محتاج 3 اهداف عشان تصعد، حتى الهدفين مش كافيين انك تصعد. يقوم ابو تريكه بقى نزل في الشوط الثاني ويقلب موازين المباراه وبيسجل هاتريك ولا كان على بال اي حد، ودي عامه حاجه معتاده، يعني حاجه كده زي ايزي بالنسبه لعم الناس. في الدقيقه 53 ضربه حره مباشره ابو تريكه بيحطها بما علامه في الجون، وقبل نهايه المباراه في الدقيقه 82 بتيجي ضربه جزاء بيسجلها عم الناس، وبعدها بدقيقتين لاعب من عندهم بينطرد، عشان بعدها ب3 دقائق وتحديدا في الدقيقه 87 هدف ثالث للاهلي وثالث لابو تريكه في المباراه عشان يسكت بيه اللي بيتكلموا ومستعدين انهم يشمتوا في خروج الاهلي من دور ال 16. وبينجح الاهلي للصعود للمجموعات بفوزه 3-2 بمجموع الماتشين على الملعب المالي. وبعد نهايه اللقاء وصعود الاهلي للمجموعات يستقيل مانويل جوزيه من تدريب الاهلي في موقف يحترم منه الحقيقه، يعني وسط ما الدوري المحلي كان واقف والنشاط كله في مصر كان واقف ومفيش عقود رعايه ولا اي مصدر يجيب للنادي فلوس، ولا عارفين حتى يجيبوا لعيبه غير اوسو كونان اللي جابوه من مصر المقصه، وباقي اللعيبه بتمشي وحوارات كتير بتحصل. فمانويل جوزيه بيكلم الاداره وبيقول لهم انا كده بقيت عبء عليكم لان مرتبي بالدولار وانتوا فيكم اللي مكفيكم وبتاع، وقدم استقالته.
طب انت كده في مأزق برضه، يعني هتجيب مين يكمل المشوار ومفيش فلوس ولا في فرصة انك تجيب مدرب جديد حتى يتعود على اللعيبة عشان مفيش ماتشات اصلا. هوب قال لك نجيب حسام البدري مساعد مانويل الجوزيه لاكتر من 7 سنين، واخر مدرب قبله درب الفرق يعني عارف اللعيبة، وبدأت رحلة التحدي لحسام البدري. وبيصعد في مجموعة صعبة نسبيا. بيقابل مين في المجموعة؟ معاه في المجموعة مازيمبي الكونغولي وتشيلسي الغاني وغريمه التقليدي نادي الزمالك. بيبدأ الاهلي دور المجموعات يوم الاحد 8 يوليو قدام مازيمبي الكونغولي على استاد الكلية الحربية، وفي الدقيقة 11 ثرو باص من ابو تريكة البركات بيلعبها عرضية ارضية في ظهر المدافعين لمتعب، وبيشوط الكرة من بره المنطقة صاروخ في الشبكة. وبتفضل المباراة رايح جاي، انذار هنا وانذار هناك، لحد الدقيقة 81 بينطرد منهم واحد وما بيسكتوش عشان في الدقيقة 86 بيسجلوا هدف التعادل فينا، وبتتعقد الامور اكتر. لكن بروح الفانيلا الحمراء وروح الاهلي في البلاس 90 محمد ناجي جده بيسجل الهدف الثاني، وبيفوز الاهلي باول مباراة له في دور المجموعات 2-1. تاني مباراة الاهلي والزمالك يوم الاحد 22 يوليو على استاد الكلية الحربية. المباراة بتفضل تعادل سلبي عشان في الدقيقة 79 عرضية من السعيد على راس اميل القلوب، والهدف الاول للاهلي وهدف المباراة الوحيد. السبت 4 اغسطس الاهلي وتشيلسي الغاني برضه في استاد الكلية الحربية. في الدقيقة 17 كرة حلوة 1 3 بينهيها عبد الله السعيد صاروخ في المرمى. وفي الدقيقة 33 ركنية بيلعبها بركات على راس محمد نجيب اللي بيسجلها وبيعلن الهدف الثاني للنادي الاهلي. عشان قبل نهاية الشوط الاول وتحديدا في الدقيقة 41 بيجي لهم ضربة جزاء غريبة جدا بيسجلوها في الاهلي، وبينطرد منهم لاعب في الدقيقة 45، وبعدها في الدقيقة 63 وائل جمعة بياخد الانذار الثاني والطرد عشان يبقى طرد من هنا وطرد من هنا ومحدش احسن من حد. في الدقيقة 67 كرة رايقة بوش رجل بركات يديها وليد سليمان اللي بيستلمها ويعدي من المدافع بطريقة الحاوي، وهدف على طريقة وليد سليمان، هدف ولا اروع. وبعدها في الدقيقة 72 جون تاني لوليد سليمان ورابع للاهلي، جول ملعوب من نص الملعب 1 2 في 1 2 حاجة رايقة كده. والمباراة بتخلص 4-1 للاهلي عشان يروحوا في غانا في الجولة الرابعة يوم الاحد 19 اغسطس. وفي الدقيقة 43 اوسو كوران بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي من عرضية جميلة، ومع بداية الشوط الثاني بيتعادلوا في الدقيقة 51 والمباراة بتخلص 1-1. الجولة الخامسة يوم الاحد 2 سبتمبر الاهلي بيسافر الكونغو وبيقابل مازيمبي، وللاسف بنخسر المباراة بهدفين نظيفين. قبل المباراة الأخيرة قدام الزمالك الأهلي بيقرر يلعب أول مباراة محلية بعد أحداث بورسعيد، وهي مباراة السوبر قدام إنبي واستعدادات الجماهير كلها. ووقتها شفنا الموقف المشرف لعم الناس محمد أبو تريكة ورفض يلعب المباراة، والأهلي بيفوز بالمباراة. وبعدها حسن حمدي في قرار جريء منه بيوقف أبو تريكة عن اللعب شهرين كاملين، وبيمنعه من ارتداء شارة القيادة نهائي عشان يخش الأهلي مباراة الزمالك بدون أبو تريكة في ظل قائمة الفريق القليلة أصلا، عشان يجي في الجولة الأخيرة مباراة الديربي قصاد الزمالك يوم الأحد 16 سبتمبر وعلى استاد برج العرب. المرة دي محمد إبراهيم بيتقدم للزمالك بهدف في الدقيقة 43، جول خطير جدا الصراحة، لعبة حلوة، وأنا أحب أقول للعبة الحلوة أنت حلوة. وفي الدقيقة 68 ركنية أرضية من عبد الله السعيد اللي جاي من ورا لقدام الخطير ملك الحركات محمد بركات، وبيسددها صاروخ من بره المنطقه ولكن بترتد من المدافعين عشان تجيله تاني ويشمعها في سقف الشبكه، وبيتعادل للاهلي والمباراه بتخلص 1-1. والاهلي بينجح بالنقطه دي انه يصعد اول المجموعه بفرق نقطه عن مازيمبي الكونغولي، والزمالك كالعاده بيكون حصلت المجموعه مركز رابع بنقطتين بس. ذهاب نص النهائي يوم 6 اكتوبر الاهلي بيسافر نيجيريا عشان يلعب فريق سانشاين في مباراه مليانه اهداف بيفتتحها محمد ناجي جده جول جميل جدا بتصويبه من بره المنطقه في الدقيقه 18 عشان في الدقيقه 30 وانتم ما بين السيد حمدي واحمد شديد قناوي اللي بيودي السيد حمدي انفراد وبيسجلها في الشبكه، وبكده 2-0 للاهلي. بس للاسف بعدها باربع دقائق بيجيبوا فينا جون تحديدا في الدقيقه 34 وبتجي لهم ضربه جزاء في الدقيقه 73 وبيسجلوها في شريف اكرامي، وبعدها بدقيقه على طول جده بيجيب جول التقدم للاهلي عشان في الدقيقه 84 بتجي لهم ضربه حره مباشره من بره منطقه الجزاء وبيسجلوها برده فينا، وبكده المباراه بتخلص 3-3. مباراه الست اهداف حرفيا. يوم مباراه العوده قدام سانشاين حاجه غريبه جدا بتحصل، وهي ان في لعيبه قدامى ومدربين وناس كرويه كتير في الساحه عملت احتجاجات واعتصامات معترضه ان الاهلي بيلعب في افريقيا، واشمعنى الاهلي بيلعب واحنا لا. قال لا مش يمكن عشان انتوا طلعتوا حصاله مثلا، عشان الاهلي نادي الدوله. وطلعوا بقى قدام فندق فريق سانشاين ومنعوا الاتوبيس انه يتحرك، وقالوا من نفسهم جامد يعني، منهم طارق يحيى اللي طلع يجعر وقتها، وكمان منهم احمد حسن وعبد المنصف اللي بعد الحوار ده بشويه طلع للاعيبه سانشاين وقال لهم احنا اسفين على اللي حصل وروحوا العبوا الماتش وكده. وطبعا الحوارات دي كلها على هوا لعيبه الفريق النيجيري، وقال لك مش هنلعب وبتاع لحد ما المشكله اتحلت والمباراه اتلعبت فعلا، بس بعد تاخير جامد وتوتر الاجواء بين الفريقين، والمباراه بتتلعب في الدفاع الجوي، وبكده ده يكون ثالث استاد يلعب عليه الاهلي خلال البطوله دي.
مباراة العودة يوم الأحد 21 أكتوبر وعلى استاد الدفاع الجوي، الأهلي بيفوز بهدف نظيف لمحمد ناجي جده في الدقيقة 28، وبيصعد الأهلي أخيرا للنهائي عشان يقابل الترجي اللي نجح إنه يقصي مازيمبي الكونغولي في نص النهائي. ومباراة الذهاب بتكون في استاد برج العرب يوم الأحد 4 نوفمبر، والأول مرة من 9 شهور المباراة بحضور جماهيري للأهلي. ولقطة كويسة جدا ومحترمة من لعيبة الترجي قبل بداية المباراة تجاه شهداء بورسعيد. مع بداية الشوط الثاني ركنية للترجي وخروج خاطئ من شريف إكرامي لما بيعرفش يمسك الكورة وبتدخل فينا جون وبيبقى الهدف الأول للترجي. والمباراة بتفضل صعبة وفرص ضايعة، أهمهم الفرصة اللي ضيعها أبو تريكة في الشوط الأول. أقصد اللي أحمد فتحي بصها غلط. إيه ده يا أحمد يا فتحي؟ دي منظر بصه بالذمه، مش ممكن يا جدع. بركز بعد كده عشان في الدقيقه 88 احمد فتحي بيصلح غلطه وبيخترق من دفاع الترجي وبيرقص مدافع واحده في الثانيه وبيوديها انفراد للسيد حمدي اللي بيسجلها جون وبيسجل هدف التعادل، وبتخلص المباراه 1-1. وبكده بنسبه كبيره الترجي فايز بالبطوله، جايب جون في ارضك ومش محتاج هناك ولا اي حاجه خالص. احنا حتى في الفيديو اللي فات قلنا الصفاقسي متعادل هنا 0-0 فمش محتاج هناك انه يدخل فيك جون، فهو حاطط رجل انه ياخد الكاس. لا احنا المره دي بقى ده الترجي مليون في الميه خلاص مش محتاج غير انه يوقف بس ال11 على خط المرمى بس. الفكره ان الاثنين برضو كانوا في رادس سبحان الله. المهم مباراة العودة يوم السبت 17 نوفمبر في رادس، وجمهور الترجي بيعمل تيفو على شكل طيارة وتحتها رسالة إلى اليابان، على أساس يعني إن هم خلاص فازوا بالبطولة وخلاص طالعين لكأس العالم في اليابان. واللي إحنا قلنا كل فيديو بنقول الجملة دي: لا تأمن مكر الأهلي ولا تحتفل إلا بصفارة النهائي. المهم في الدقيقة 43 السيد حمدي بيعدي حلو على الشمال وبيلعبها عرضية أرضية في ظهر المدافعين لمحمد ناجي جده اللي بيسجل الهدف الأول للأهلي. عشان في الشوط الثاني وفي الدقيقة 62 وليد سليمان بيسجل الهدف الثاني للأهلي. دي بقى طريقة الحاوي، طريقة وليد سليمان، نفس الطريقة اللي جاب بيها من شويه. الكره بتطب قدامه بيلم المدافع بيها وبيسندها بيمينه عشان يشوطها بشماله على شمال الحارس ومن بره المنطقه كمان. وكده 2-0 للاهلي، والاهلي خلاص مليون في الميه بطل الكاس. في الدقيقه 85 بيجيبوا جون فينا وبيقلصوا الفارق، وبتيجي ضربه جزاء في الاهلي في الدقيقه 89 بس ابو تريكه بيضيعها. اقصد الحارس بيموت نفسه عشان يصد الكوره وبيصدها بصعوبه من ابو تريكه، والمباراه بتخلص 2-1 للاهلي عشان رسميا الاهلي بيفوز بالبطوله الافريقيه السابعه في تاريخه على حساب الترجي التونسي، وبيرفع الكاس من قلب رادس، وبيهدوا الكاس دي لشهداء بورسعيد وبتتسمى بطولة الشهداء. وبكده بتنتهي معانا تاني حدوته رمضانية، وبيتبقى لنا حدوتين كمان ان شاء الله. فما تكسلوش وانزلوا اكتبوا لنا عايزين الحدوته الجايه عن اي بطولة. وبس ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، عايزين نكبر عيلتنا زي ما قلنا، وباذن الله تكبر بيكم بعد ربنا. وهتلاقوا في الديسكربشن سايب لكم لينك التيك توك بنزل هناك محتوى شبه يومي، ولينك الانستا بالمره ظبطوني اعملوا لي فولو. وبس رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انتظروا فيديو جديد باذن الله الاسبوع الجاي. وبس كده، سلام.